كنت بقرا في احد الكتب مقولة جميلة جدا، هي اجمل مقولة في الكتاب كله صراحة. يعني انا وانا بقرا الكتاب كله من اوله لاخره صراحة اجمل مقولة في الكتاب كله هي المقولة دي اللي انتوا تسمعوها دلوقتي. بيقول لك ان الحضارة بشكل عام لا تقام على اشخاص يعملون 24 ساعة طيل النهار والليل. امال الحضارة تقام على مين؟ تقام على اشخاص يعملون مثلا 5 ساعات في اليوم او 4 ساعات في اليوم، او حتى مثلا لو قسمناها بالايام 3 ايام في 3 ايام في الاسبوع مثلا، يشتغلوا 3 ايام في الاسبوع والثلاث ايام التانيين واخدينه اجازه، او 4 ايام التانيين واخدينه اجازه. يعني بيشتغلوا نص اسبوع، او هاف داي، او هاف ويك مثلا. فدي وجهه نظر الكاتب. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان مثلا انا كشخص مثلا، انا مش عارف اشتغل، يعني مش عارف اقيم الحضاره. الحضاره دي مش عارف اقيمها. الحضاره دي اللي هي ايه؟ مثلا ارسم لوحه، او اعمل مثلا ابيات شعر، اكتب ابيات شعر، او الف كتاب، او اقرا كتب، او او الف مثلا مقطوعه موسيقيه، او اعمل فيديوهات زي ما انا بعمل فيديوهات دلوقتي مثلا. بيقول لك هنا ان الحضاره دي الحاجات الحضاريه بجد، ان اللي هي ايه؟ اللي هي بتنم عن الجماليات والرفاهيات بتاعت الحضاره، بتاعت البلد بتاعتك، زي مثلا الغناء والموسيقى والفن والتمثيل وصناعه المحتوى وكتابه كتاب وتاليف مقطوعه موسيقيه وهكذا. فبيقول لك ايه؟ ان الجماليات دي هي دي حاجه اسمها جماليات حضاريه. دي لا يمكن تتعمل ابدا عن طريق شخص 24 ساعه قاعد بيشتغل طول نهاره شغله، طول نهاره شغله ليل. يعني ايه الفرق بين يعني برضه ايه اللي وانا بقرا الكتاب ده لاحظت ايه؟ ان هو بيقول لك ان العمل ده مش حضاره. العمل اللي انت بتشتغله ده مش حضاره، ده مجرد حاجه انت بتعملها عشان تعمل قوت يومك، تقضي قوت يومك، تاكل وتشرب منه. لكن تقيم حضاره دي محتاجه الجماليات والرفاهيات، دي اللي اسمها الحضاره. دي وجهه نظر الكاتب. لكن العمل ده شيء روتيني واي حد يقدر يعمله، فعشان كده مش اي حد يقدر مثلا يمثل، او يقدر يعمل كتاب، او يقدر يعمل مقطوعه موسيقيه، او يصنع محتوى وهكذا.